السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة ان شاء الله هنعمل غدا بسيط معاكم كده. هعمل صينية فراخ بالبصل المكرمل، بجد تحفة. الفراخ دايبة دوب زي ما انتم شايفين كده. بصوا الجمال. كمان الصوص اللي احنا هنعمله معاها ده هتاكلوه بعيش بجد خرافة. هتاكلوه كمان مع رز حلو جدا جدا جدا. ممكن تعملوا رز ابيض او رز بشعرية. هيعجبكم جدا. حلو قوي قوي ريحته مش قادرة اوصفها لكم. بجد كانت جايبة لاخر الشارع، ولا طعمه تحفة. يلا نشوفوا مقاديرنا ونشوفوا وصفتنا ونقول بسم الله. معانا هنا حبايب قلبي فرخة كده او 4 اوراق كده من الفراخ، غسلينهم حلو تمام كده، ومنضفينهم ونقعينهم حلو تمام. معانا بهاراتنا ورق لوري، معلقة من البابريكا، في معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، معلقة صغيرة من البهارات الفراخ، معانا معلقة كبيرة من الملح، معانا كمان معلقة من اللهم صل على سيدنا محمد، معانا عود قرفة، معانا معلقة صغيرة من الفلفل الاسود. خلاص كده حبايبي. معانا كام واحدة كده او ربع معلقة من القرنفل تمام، هو اللي بيدينا طعم التحفة. معانا بصل مكعبات، معانا فلفل مكعبات، معانا معلقتين كبار سكر، معانا معلقتين زيت. طبعا لازم المادة الدهنية معانا. خلاص. ومعانا كمان صويا صوص، ومعلقة معلقة كبيرة عسل اسود. خلاص. بصي يا حبايبي، هنا على فكرة معلقة العسل ممكن تستبدلوها لو عندك دبس رمان، بيدي الفراخ بصراحة طعم رهيب، بجد هيعجبكم جدا. المهم هنا اخدنا كده معلقتين السكر بتوعنا، ونزلنا بيهم على معلقتين الزيت تمام. انا عايزه السكر يتكرمل معايا، ياخد لون ذهبي بسيط كده حلو معايا اهو زي ما انتم شايفين. هننزل كده بالبصل بتاعنا، البصل متقطع مكعبات، متقطع جوليان اللي يريحك اعمليه، او التقطيعه اللي انت عايزاها قطعيها واعمليها. خلاص مش هيفرق معانا، احنا عايزينه بس كده ايه، علشان نتبل بس الفراخ بتاعتنا. هبدأ اقلبه كده وادبله، بس مش هخليه ياخد لون معايا، انا هخليه يدبل بس معايا. هيدبل معايا، وهبدأ انزل بالفلفل الالوان بتاعتي اللي انا معايا اخضر واصفر واحمر، ومعايا كمان حتة كده من الشطة او الفلفل الحامي. خلاص. عايزين بس كده الفراخ تبقى ايه سبايسي معانا وجميلة. لو مش حابة فلفل حراق فيها ممكن ما تحطيش. خلاص. هنبدأ ندبل كده البصل، وندبل كمان الفلفل بتاعنا اللي احنا نزلناه. خلاص كده يا حبايبي، يا ريت الاول مره يشرفني باشتراكه ويفعل الجرس على الكل علشان يوصله كل جديد من فيديوهاتنا اول باول. ويا ريت تحطوا اللايك، كومنت جميل زيكم يرفع الفيديو، وكمان بيفرحوني بيه. هنا حطينا معلقه العسل الاسود زي ما بقول لكم اهو تمام. بصراحة بتديها طراوة، بتديها لون جميل جدا، وبتديها طعم تحفة. بيبقى فيها تسكيرة حلوة كده، فيها تيست جميل كده، بيديها تيست حلو كده يعني. مش قادرة اوصف لكم بصراحة. انا اول مرة اعملها كده. الفراخ بصراحة رهيبة. هنا حطينا ورق اللوري، حطينا عود القرفة، وحطينا البابريكا، وحطينا القرنفل وملح، ومعانا كمان مكعب مرق. خلاص اهو انا بدأت كده افركه وانزله. هنحط بهاراتنا كلها كده ونقلبها حلو اهو تمام. انا حطيت كمان رشة من الحبهان المطحون برضو اهي تمام كده يا حبايبي. انا قلت لكم كل مقاديرنا اهي وكل بهاراتنا نزلنا بيها كده، وهقلبها تقلبتين حلوين كده اهي لحد ما كل البهارات بتاعتي اندمجت مع البصل مع الخضار بتاعنا. خلاص اهو كده يا حبايبي تمام كده. خلاص طفينا النار عليها تمام اهو. انا نسيت اقول لكم ان انا حطيت ربع كوبايه من الميه وسبتها تغلي غلوتين كده تمام، وبدات اطفي عليها ونزلت بيها على الفراخ بتاعتي علشان احشي الفراخ بتاعتي او اتبل بيها الفراخ بتاعتي تمام. انا نزلت بيها سخنه كده، فبدات كده اتبل بالمعلقه بتاعتي اهي تمام. لو انتي هتستحملي الحراره بتاعتها ممكن تدعكيها بايديكي كده او تتبليها بايديك. انا كده حاولت ان انا اتبلها كده بالمعلقه حلو، وتبلتها الحمد لله حلو،
وطلعت طعمها تحفه بجد. جربوها بنفس الطريقه هتعجبكم جدا. بس يا ريت ما تنسونيش في اللايك. اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. كومنت جميل زيكم، اكتبوا كومنت 2 3 عشان بيرفع الفيديو حلو. يعني بيرفع الفيديو جامد بصراحه. انا هستنى رايكم وهستنى تعليقاتكم الجميله اللي بتسعدني وبتفرحني. هنا بصوا انا كده تبلت الفراخ بتاعتي كده اهو زي ما انتم شايفين كده. بصوا جمالها ما شاء الله، اللهم بارك، حاجه تحفه بجد. هنا جبت نص كوبايه من الميه كده وحطيتها على الفراخ بتاعتي اهي كده، وهبدا اغطيها بورق زبده وبورق سلوفان علشان احطها على عين البوتاجاز من فوق. خلاص ممكن تحطيها في الفرن لو انتي حابه. خلاص بس انا استسهلت كده بصراحه وحطيتها على عين البوتاجاز من فوق. ما اخدتش معايا نص ساعه وكانت بقت استوت كهرمان معايا. هنا بوريكم بس ورق السلوفان ان الاولاد عملوا فيهم ايه. بصراحه بهدلوها، بصراحه بهدلوها. فبصوا انا كده بدأت كده اخد ورقة الزبدة واحطها على الفراخ، وحطيت كمان عليها ورق السلوفان. احنا بس حطينا ورقة الزبدة علشان تحمي الفراخ بتاعتنا من المادة اللي في ورق السلوفان بتاعنا. خلاص بدأت كده ألف الصينية بتاعتي كده وأظبطها وأبدأ أحطها على العين بتاعة البوتاجاز بتاعتنا. لو انت حابة تحطيها في الفرن حطيها في الفرن اللي يريحك اعمليه. بتاخد نص ساعة بصراحة بتستوي، علشان كمان أوراق مش صدور بتستوي بسرعة. ما بتاخدش أي وقت. هتستوي معايا كده وهبدأ أكشفها أهو. أنا حطيتها على النار أهي، بقول لكم بصوا حطيتها على النار. أنا خليها تاخد غلوة كده وبعد كده ههدي عليها نار لحد ما تستوي معانا اهي. هنا خلاص استوت معانا. بصوا ما شاء الله. انا عايزه يبقى فيها لسه شويه صوص، مش عايزاه ينشف. انا عايزه يبقى فيها شويه صوص علشان هنغمس بيه او هناكل بالرز بتاعنا. هنا معايا معلقه صلصه ومعايا معلقه رشه ملح ورشه فلفل اسود. ممكن بدل ما تحطي صلصه ممكن تحطي معلقه كبيره من الكاتشب، وهنحط معلقه كده من الصويا صوص تمام علشان اللون بس، تمام علشان يدينا بس لون حلو. حطينا رشه ملح ورشه فلفل اسود مع معلقه الصلصه ومعلقه الصويا صوص. ممكن تستبدليها زي ما قلت لكم، معلقه الصلصه ممكن تستبدليها بمعلقه من الكاتشب، هيديها طعم خرافه بجد. خلاص انا كده هدهن الفراخ بتاعتي كده حلو اهو، وابدا احطها تحت الشوايه تاخد وش كده حلو زي ما شفتها اول الفيديو. خلاص حطوا كده لايك للفراخ بتاعتنا الجميله. حط لها لايك كبير، حط لها لايك كتير. هستنى هشوف لايكاتكم الحلوه، وهستنى اشتراكاتكم برضو الجميله اللي بتسعدني. اول ما بشوف حد اشترك بصراحه بفرح جدا. ادعموني وقفوا جنبي، القناه لسه صغيره هتكبر بيكم وليكم، وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم. هنا حطيتها تحت الشوايه اهي تمام كده اهي. هتاخد وش معايا كده وهخرجها واوريها لكم اهي. خرجتها. بصوا الصوص انا بقول لكم مش عايزاه ينشف، عايزه الصوص يبقى موجود، مش عايزه الصوص يبقى ناشف، لا احنا عشان هنغمسه بالعيش او هناكله مع رز. خلاص بصوا جماله. اوريكم الفراخ. بصوا دوبان دايبه دوبان مش معقول بجد. جربوها هتعجبكم جدا جدا. بصوا انا حبيت اوريكم بس الفراخ. بصوا جميلة جدا جدا، حلوة. جربوها سهلة وبسيطة. طبعا ما بتاخدش اي وقت معانا خالص. في نص ساعة هتكوني عملتي الفراخ بتاعتك او شويتي الفراخ بتاعتك. بصوا جمالها. انا بقرب لكم بس علشان تشوفوا اللون بجد تحفة. الكاميرا ظلماها بجد والله، الكاميرا ظلماها. هي احلى من كده، كان طعمها تحفة. ريحتها كانت جايبة من اخر كمان عجبت زوجي قوي بجد بصراحة. هتعجبكم جدا، جربوها. استنى رأيكم واستنى تعليقاتكم الجميلة اللي بتفرحني وبتسعدني. حلوة جدا جدا. يا ريت لايك للفيديو واشتراك وفعلوا الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتنا اول باول. وانتظروا فيديوهات حلوة، انتظروا فيديوهات جميلة هتعجبكم جدا. بس يا ريت تكتبوا لي كومنتات حلوة علشان ترفع الفيديو، لايكات كتير عشان ترفع الفيديو، علشان القناة واقعة. فضلا وليس امرا، مش مشترك يشترك. اشوفكم فيديو جديد واقول لكم سلام عليكم، مع السلامة، باي باي.